في 3 دقايق بس اعملي السخينة بالعسل الأسود مغذية وجميلة ومن مكونات موجودة عندك في مطبخك، ودفي أسرتك في البرد والسقعة بتاعة فصل الشتاء. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم في مطبخ نوجة العالمي. يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن حال. النهاردة عاملة لكم وصفة سهلة وسريعة بمناسبة البرد والسقعة اللي احنا فيها ده في فصل الشتاء. الوصفة بتاعتنا النهاردة هي السخينة بطريقة سهلة وبسيطة، عبارة عن عيش ناشف محمص أو مقمر، اللي هو العيش اللي بنعمل بيه الفتة بتاعة اللحمة في العيد. هتقطعيه قطع صغيرة زي ما بتعملي الفتة بالظبط. وبعدين هبقى محضرة مية مغلية في الكتل. المية ملهاش مقدار معين، يعني هي المية بس هحط شوية كده لحد لما العيش بتاعي ده يبتدي ان هو يشرب المية. وهبقى محضرة معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة حسب اللي بتحبي طعمه، هحطها عليه كده وهقلب مع بعض لحد لما السمنة تسيح ولما العيش ده يشرب المية. اهو العيش قرب يشرب المية. هبتدي احليه بقى بالعسل الاسود. هتحطي برضو عسل اسود حسب رغبتك وحسب التحلية المناسبة ليكي. لو انتي بتحبي مع سكر شوية او السكر بتاعه معقول، ده حسب رغبتكم. وهقلب كويس كده كله مع بعضه، وهعلي النار شوية. مجرد تقلبتين كده العيش بدأ ان هو يشرب المية ويبقى طري. وطبعا هتدوقي، لو انت عاوزة عسل زيادة هتزودي عسل. دلوقتي العيش بدأ يشرب المية، هسيبه كده غلوتين كمان وبعدين هطفي عليه، وبعدين هقدمه في بولة وهوريه لحضراتكم بعد ما يبقى. ده شكل السخينه بتاعتي بعد ما تبقى جاهزه اهي. ممكن كمان لو انت حابه كمان تزودي عليها عشان تزودي القيمه الغذائيه بتاعتها، تزودي عليها شويه من المكسرات كده فوق الوش. دي طبعا مفيده جدا وبتدفي لانها بتدي طاقه، علشان فيها العسل الاسود اللي بيدي طاقه وحراره، وكمان السمنه، وطبعا العيش عباره عن نشويات فبرضه بيدي طاقه وحراره. هضطر اسيبكم بقى علشان الجو بارد جدا وانا عاوزه اتدفى وحابه اكلها وهي سخنه كده. اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ نوجة العالمي، ويا ريت تعملوا لايك للفيديو وتتفرجوا على كل الفيديوهات السابقه اللي انا عاملاها. عندكم اكتر من 400 فيديو لاكلات سهله وجديده وسريعه من مطبخ نوجة العالمي. وسلام عليكم.